غلطة لو وقعت فيها في بداية مسيرتك في المونتاج هتخسر وقت كتير جدا جدا جدا. تعال اقول لك هي ايه عشان ما تقعش في الغلطة دي. دلوقتي كل الناس بقت بتتجه لافتر افكت في المونتاج وفي الموشن جرافيكس والوايت بورد والانيميشنز وكل حاجة حرفيا بقت بتروح على الافتر افكت. ليه؟ لان هو بس اضافي اكتر في حتة ان انا احرك ايكونز، احرك كاركتر، احرك التكست. وللسبب ده الناس بتسيب بريمير المتخصص اصلا في المونتاج واللي بيوفر بقى عليك في القص وفي التعديل على الصوت واضافه المؤثرات وي 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 عشان بس حته التكست انيميشن او علشان يحركوا ايكون على الافتر افكت. فبيسيبوا كل المميزات بتاعت بريمير دي علشان ميزه واحده صغيره في الافتر افكت مثلا. طب الصح ايه؟ انا دلوقتي هشتغل في الموشن جرافيكس او الانيميشنز بشكل عام اتعلم افتر افكت. طيب انا هشتغل في المونتاج اتعلم بريمير بلس الحاجه اللي انا محتاجها بالظبط من افتر افكت، التكست انيميشنز مثلا او مثلا الكاركتر انيميشن او ايا كان هي ايه الحاجه اللي انا عاوز اتعلمها من الافتر افكت، حاجه معينه محدده.